بلاش نتكلم في الموضوع ده كتير. نذهب إلى الشعر وسيمفونية الوجع المقدس. دي قصيدة طويلة جدا. ناخد مقاطع طبعا عشان وقت الحلقة يعني. يا أيها الإنسان في الدنيا التي لم يطوها الطوفان، لا تكبت الصوت المنادي للسلام، إن ماطل اقطع وافتدي. هل نرتجي بعث النبيين القريب لأجله حتى نعيد سماحة لملامح الإنسان في الإنسان، فتعود للدنيا فلسطين الغريبة في منابت أرضها وطنا، وتعود للأطفال بسمات الزمان من بيننا. هل يرحل الضيف الثقيل هذا المرابد في بلادي زاحف، حرباء تنشر سمها عبر الروافد والهواء. ويا وطني ونبضك في دمائي دافق ومكتم صوتي إليك. وطني وصوتك في بكائي في صراخي مفعم حزني عليك. وطني أنا أجهضت فيك ثرا ولم أقبل عزاء. يا عارها الكف التي تغتالنا، يا ويلها الكف التي قد بدلت أحوالنا. هذا جزء من قصيدة جميل. هذا الديوان الثاني، الهم السياسي أو الهم العربي، وتحديدا القدس هي يعني هو البطل الأساسي أو الموضوع الأساسي الذي تدور حوله القصائد في هذا الديوان. هو متنوع يعني الحقيقة. هو في قصائد اجتماعية وقصائد أيضا عاطفية وقصائد في الهم الوطني، ومتنوع يعني، وليست قصائد سياسية فقط. كيف استقبل النقاد الديوان الثاني؟ هو يعني النقاد كتبوا عنه دراسات كتيرة يعني موجودة عندي ونشر بعضها، واستقبلوا استقبال محتفيا جدا، وأقيمت له أكثر من ندوة في الأتيليه وندوة في نقابة الصحفيين، واستقبلوا النقاد بترحاب يعني، وكتبوا عنه كثير. معانا اتصال هاتفي معنا السيناريست الأستاذ الكبير فاروق عطية. ألو. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ محمد. أهلا بيك يا فندم. أهلا بسعادتك. أهلا بسعادتك. اتفضل. ومساء الخير على الأستاذة. أهلا وسهلا أستاذ فاروق. أهلا بيك. منورة الدنيا. ربنا يخليك، ده نورك. احنا النهارده بنتكلم عن التجربة الشعرية للأستاذة زينب أبو النجا. أيوه. وكنا لسه بنتكلم عن الديوان الثاني سيمفونية الوجع المقدس والهموم السياسية والاجتماعية الموجودة في هذا الديوان. يعني كيف اقتربت من شعر زينب أبو النجا؟ أولا شاعرة زينب أبو النجا شاعرة متدفقة بالحيوية الشعرية العالية، بتمتاز بالمقدرة على تطهيرة الهم الخاص الهم العام بانسيابية مقنعة لأي متلقي. عندها المقدرة على الاستحواذ على عواطفه وعلى اهتمامه، وأن تشغله معها في قضيتها وإشراكه في التفكير وإعمال عقله. هي بالنسبة لها المسألة مشتركة دائما بين الشاعر وبين جمهوره. هذه من أهم ميزات أعتقد الشاعرة الكبيرة زينب أبو النجا. من ملاحظتي ليها فترة زمنية طويلة هي سائرة أحيانا، طبعا ده في شغلها، غاضبة أحيانا أخرى، لكنها منفعلة طول الوقت. طب الغضب ده جميل، الغضب ده الإبداع شيء. نعم. الغضب ده في الإبداع شيء جيد يعني. مال لما يتحول لكلمات وشعر شيء جيد. هي يقظة لما يدور حولها من قضايا. هي دي من مزايا زينب أبو النجا. أشكرك. أنا شخصيا معجب بحاجة عندها يا أستاذ محمد بعد إذنك. يعني عندها مونودراما شعرية. مونودراما؟ مسرح. دي مفتقدة. الكتابة الشعرية المسرح الشعري مفتقد في مصر زي ما سعادتك عارف. طب حضرتك كسيناريست ما فكرتش يحصل تعاون ما بينك، او يعني يتم تحويل مثل هذه النصوص لاعمال فنيه؟ لا، اذا كان سعادتك طبعا المسرح هو ابو الشعر من الاساس يعني. وهو ابو الفنون. يعني ومش مفتقد او يعني مش متوفر في مصر.
يعني جميل. من بعد صلاح عبد الصبور يعني. جميل. اشكرك. يعني حتى على الاقل كان في رايي انها تغطي هذه المساحه. جميل. انا هسالها، هتوجه بالسؤال اللي حضرتك قلته ليها مباشره، فكره المسرح الشعري. اشكرك شكرا جزيلا استاذ فاروق عطيه على هذا الاتصال. يعني احنا المسرح بدأ شعرا يعني في البداية من عند اليونان القدماء، وحتى أول نص مسرحي عربي لمارون النقاش كان شعرا، ترجمة للنص البخيل لموليير. ففكرة الشعر موجودة مع المسرح، لكن اليوم نجد ان نصوص المسرح الشعري متضائلة وقليلة جدا، ولحتى خشبات المسرح لا تقدم مسرح شعري، ما فيش يعني، حتى بتمر مواسم كل عام ولا نجد مسرحية شعرية واحدة. فعلا هو بعد شوقي وصلاح عبد الصبور احنا مفتقدين للكتابة الشعرية للمسرح، وانا كتبت مسرحية يعني هي مونودراما ولكن في شخوص ثانوية مع البطلة، وهو الأستاذ فاروق أراها الحقيقة وأعجب بيها جدا. مونودراما بطل واحد شخص واحد على خشبة المسرح، في شخوص ثانوية مع البطلة الواحدة للمسرح، هي بعنوان هي والثعلب بالعامية المصرية. وإن شاء الله ربنا يسهل ونطبعها ونعرضها في المسرح وتتوالى الأعمال لو كان ليا عمر يعني. جميل. أنا حاسة أن قربت أموت يعني. جميل. احنا معانا مجموعة من الصور نعلق عليها سريعا. الصورة دي في القاهرة. ايوه نعم، انا والاستاذ الدكتور محمد التوامي والاستاذ الشاعر احمد سويلم وبيلقي الشعر ده في احدى المهرجانات في كلية الاعلام. كانت هذه الصورة في احدى المهرجانات الشعرية، في احد المهرجانات الشعرية في كلية الاعلام جامعة القاهرة. جميل. في معانا صور اخرى ايضا، معانا صور في مهرجان المربد في العراق. سافرت اكثر من مرة يا استاذ؟ نعم سافرت كثيرا. ده كان في اي فترة من الفترات، في الثمانينات ولا؟ لا قبل الخلافات اللي حصلت، قبل الغزو للكويت يعني. بعد الكويت لم اذهب الى العراق. هذه الصورة كنت عاملاها انا في كلية سياسة واقتصاد. من يساري المرحوم الشاعر الكبير طاهر ابو فاشا، الشاعر فاروق شوشة، الشاعر محمد ابراهيم ابو سنة، زينب ابو النجا، يلقي الشعر ابراهيم عيسى. ده مع فطاح الكبار يعني، مع اسماء كبيره جدا. انا كنت معهم بشكل دائم في الندوات دائما في منذ الثمانينات حتى منتصف التسعينات. عايزين ننوه للساده المشاهدين ان الاستاذه زينب ابو النجا يعني لفتره طويله جدا مشرف الثقافي في جامعة القاهرة. لا أنا مدير عام في رعاية شباب جامعة القاهرة في القسم الثقافي. القسم الثقافي. يعني حضرتك كنت مشرفة على كنت ماسكة مشرف ثقافي في جامعة القاهرة في رعاية شباب جامعة القاهرة. جميل. معانا صورة أخرى، الفنانة الكبيرة الجميلة فردوس عبد الحميد، زينب أبو النجا. هذه زوجة الأستاذ محمود مصطفى اللي هو إلى جوار السيدة فردوس عبد الحميد، الدكتور وسيم السيسي. جميل. في أمسية شعرية أيضا. دي في أمسية شعرية. نعم. هل حتى الآن جامعة القاهرة بتحرص على الأمسيات الشعرية؟ احنا بنجد الأمسيات فقط بتقتصر في كلية دار العلوم يعني، ولا بنجد مازال هناك أمسيات شعرية بيحضرها كبار الشعراء في كليات أخرى ليست فقط دار العلوم يعني؟ لا هي قلت فعلا في الفترة الأخيرة الأمسيات الشعرية، ولا أعرف السبب. هل الشباب انصرف عن الشعر يعني؟ ما بيش عايز يحضر أمسيات شعرية؟ لا الشباب ممكن يحضر بس هو يعني جميل. هو الشعر أصله بيحمل أشياء كثيرة، ثورة وغضب ومشاكل، وبيجيب مشاكل، فالناس بتوفر على نفسها. الكلمة دي لازم نتوقف عنها شوية. الشعر بيجيب مشاكل، هنعرف بيجيب مشاكل ازاي. لكن معانا اتصال هاتفي، معانا جيلان. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا جيلان بنتي. اهلا بيك. اهلا بيك جيلان بنتي. بس حبيت بس اسلم على ماما واقول لها ورا الشاشة. صورتك معانا على الهوا اهي. شفتي صورتك؟ اتفضلي يا جيلان. عايزين بقى منك شهادة إنسانية. احنا اتكلمنا شهادات نقدية وفي مشاركات يعني. زينب أبو النجا الإنسانة ازاي يعني؟ كلمينا عن علاقتك بيها. طبعا هي أم رائعة وإنسانة جميلة وإنسانة جميلة وراقية، وكانت دايما بتعلمنا الفضائل
يعني ام رائعه، يعني ربنا يبارك في عمرها. طب احنا من شويه كنا بنتكلم ان في غضب وفي تمرد، وده بينعكس على قصائدها الشعريه. هل في بعض الاحيان بتشعري او تشعري ان زينب ابو النجا شخصيه غاضبه متمرده جدا؟ ساعات ايوه، هي ساعات بتبقى غاضبه بس في الحق يعني. ما بتكونش غاضبه في غير الحق يعني. بتغضب. جيلان خريجة آداب لغة عربية على فكرة، واخدة ثانوية لغات، ولكن التحقت بكلية الآداب جامعة القاهرة. لكن ما فيش جينات وراثية الشعر، يعني ما بتكتبيش شعر ما انتقلش ليكي الجينات دي؟ هي بتعمل دلوقتي ماجستير في علوم الدين والشريعة لأنها متدينة جدا، وأنا فخورة بتدينك يا جيلان، وفخورة بيكي، أنت بنت بره، وربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. أنا يعني طلعت من الدنيا بيكي وبأخوك محمد وأسامة، وأنا بحبكم جدا طبعا. ربنا يخليهم لك جميعا. بشكرك شكرا جزيلا جيلان على هذا الاتصال، ونرجع مرة تانية للشعر. ورشيد الذوادي هو ناقد تونسي. الدكتور رشيد الذوادي كتب عن الديوان الأول عملاق في قلبي إن هذا الديوان عبارة عن قصيدة قصصية ذات صوت وجداني موحد. يعني فكرة القصيدة القصة موجودة بشكل أساسي. أنا مش هقول لك تقولي شعر من الديوان الأول، خلاص اتفقنا. نتكلم عنه. نتكلم عنه. رأيك في هذه المقولة إن هو شاف إن هذا الديوان عبارة عن قصيدة قصصية، القصة بتحكم الديوان؟ أنا بحترم رأيه جدا طبعا، هو راجل ناقد كبير، ورأيه فعلا ديوان عملاق في قلبي. هو يعني قد يكون هذا العملاق شجرة وطن، ليس الحبيب يعني، وقد يكون الحبيب راجل عادي جدا، قد يكون وطن شجرة. يعني أنا أحاول أن أكتشفه بداخلي، ولكنه متعمق داخلي جدا. قد يكون الشعر، وطبعا الصوت الوجداني في التجربة الأولى عملاق في قلبي، يعني أهم ما يميزه التلقائية الفنية، وهو متعدد ومتنوع المضامين أيضا. يعني هو صوت وجداني موحد ولكنه متعدد المضامين. يعني في قصيدة مثلا بعنوان البحث عن ضفاف، كانت قصيدة فلسفية. وفي الموت بعد المخاض، قصيدة لم تكتب شعر عربي هذه الفكرة من قبل عنها، اللي هي الولادة، حالة الولادة، حالة الولادة الحقيقية، وعلاقة المرأة بالله في هذه اللحظة. في قصيدة بعنوان التحدي، في قصيدة بعنوان يعني متنوع